ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الامال، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا هنعمل مع بعضنا دلوقتي حواوشي بجد، وحياة ربنا لو جربتوه بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي وحطيتوا الحاجه اللي انا حطاها دي فعلا هتفرق معاكم جدا في الحواوشي. اللي هو كان على اللحمه ده اللي انا وريته لكم ده دي ليا، تمام. انا بجيبها من عند الجزار وببقى مخليها عندي في الفريزر للحواوشي وللكفته. الاتنين دول بيفرقوا جدا جدا لما بحط عليهم حته اللي هي ديت. طبعا انا النص كيلو لحمه انا حطيت عليه 3 بصلات، تمام، وقرنين فلفل رومي، وضربتهم كويس جدا، نعمتهم خالص خالص. وبعد كده رحت حاطه حته اللي هي ديت اللي انتوا شفتوها دي، برضو ضربتها في الكبه ورحت حطها عليهم، تمام. هحط كل ده على بعضه كده وهقلبه، وهروح حاطه التوابل. انا حطيت فلفل اسود، الزعتر، السبع بهارات، الكبابه الصيني، الورق اللورا والحبهان، وحطيت توم باودر وبصل باودر، وطبعا مش هننسى جوز الطيب اللي هي طبعا بتخلي الحواوشي والمشويات كلها تحفه. التوابل بتاعتي دي في منها انتوا لو يعني حابين، لو مش عندكم التوابل كلها ممكن تجيبوا الكيس اللي هو بيبقى مكتوب عليه خلطه شاورما، خلطه حواوشي ولا ايه، تمام كده. وهتروحوا حاطينه، تمام، وتروحوا عاملينه. لكن انا عندي التوابل انا بروح ايه مجمعاها كده مع بعضها وبروح حاطاها. طبعا بقلبها كويس جدا، بدخلهم كلهم في بعضيهم، وبروح ماسكه العيش زي ما انتوا شايفين كده واروح حاطاه من جوه، تمام، واروح فرداه بايدي كده ظبطاه عشان خاطر الرغيف بتاعي يطلع مظبوط، تمام. وتحطي حبه حلوين كده عشان خاطر ايه، كده كده احنا بنبقى الدهون اللي بتبقى في اللحمه بتنزل، فبيبقى ايه الرغيف لازم يبقى مظبوط يعني. انت قيمي الرغيف بتاعك كده بسمك كده يكون حلو يعني، تمام. وطبعا بروح حاطه الصاج بتاع البوتاجاز، تمام. انا بحط عليه الورق اللي هو الزبده دوت عشان برضك ايه ابقى ضامنه ان هو ان شاء الله ما يلزقش مني ويبقى كويس جدا، تمام. ببقى ماسكه طبق فيه شويه زيت، وبعد ما بخلص الرغيف كده بروح دهناه من فوق ومن تحت. انا عامله فيديو حواوشي قبل كده كنت عاملاه على الجريل من فوق، من على البوتاجاز من فوق، بس طبعا انا عامله كميه يعني كبيره، يعني انا تعبانه مش قادره اقف وصايمين بقى وكده، فقلت ايه هحطه كله ايه في الفرن كده يعمل يعني يتعمل مع بعضه يعني اسهل لي يعني، فاهمين؟ بس فاللي حابب طبعا يعني هيعمل رغيف رغيفين ممكن على الجريل من فوق، هتعملي نفس الخطوات اللي انا بعملها ديت وهتروحي عاملاه على الجريل من فوق، تمام. لكن انا عشان بقول لكم يعني مش قادره وصايمين، فلا يعني قلت كده في الفرن برضو ايه بيطلع نفس النتيجه يعني، تمام. بدهن الرغيف كده زي ما انتوا شايفين من فوق ومن تحت عشان خاطر يبقى شكله حلو كده ويطرى معانا ويبقى طالع يعني متحمر حلو. طبعا انا لما الزيت بيخلص معايا بروح حاطه، لان ايه يعني حرام يعني الزيت برضك ايه. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. فبحط ايه زي ما انتوا شايفين كده من فوق ومن تحت. وطبعا الرغيف اللي بحس ان هو فيه كتير بروح واخده منه واروح حاطاه على الرغيف اللي بعده. احنا مش عايزين كميه كبيره، احنا عايزين بس الوش ايه عشان الوش يحمر، عشان برضك هي اللحمه فيها دهون وانا حاطه حته ليا، فمش عايزين دهون كتير، احنا بس عايزين الرغيف من بره يتحمر ويبقى حلو. وانتي بتعمليه برضو على الجريل، لو هتعمليه على الجريل تمام برضو لازم يدهن وشه كده، تمام. ادي الرغيف بتاعي بعد ما طلع من الفرن، بصوا من فوق ومن تحت تحفه بجد، وطعمه وريحته تجنن. جربوا اللي هي في الكفته وفي الحواوشي بجد بيفرق بطريقه رهيبه. طبعا لو عندك بقى بقدونس ممكن برضو تحطي في البصلايه كده وانتي بتعمليها كده وتروح حاطه، بس انا ما كانش عندي بقى، المهم يعني. وده كان الفيديو بتاعي النهارده بس كده. وده كنت عامله معاه طحينه، تمام. تعرفين طبعا حواوشي وكفته طحينه، رحت عملت الطحينه. وهو ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والاشتراك عشان كل جديد يوصل لكم، لو حابين تشوفوني تاني ان شاء الله. بس يلا سلام.